امتى وجه اليك النقد في هذا المشروع؟ نقدر نقول انتقادات عنيفه انا يعني اتخرشمت في مشروع القلعه ده تحديدا يعني. بصي هقول لك حاجه، وانس ان في كريتيسيزم بيحصل ونقد لاي عمل، ده معناه ان على الاقل انت هنا بتحاولي وبتطلعي حاجه احسن من ان انا اكون ماشي في السيف سايد ومحدش بيعلق خالص ومحدش شايف. بس هي الانتقادات بشوفها ايجابيه في حاجات كتيره قوي، ان جزء كبير منها كان له علاقه بالتوجه اصلا من الاول. انت ازاي تشتغل في قلعه صلاح الدين كونتمبري بمعاصره، ليه اللون الاحمر وهكذا. الفكره انه لما اتشرح ده، سواء بقى لما نزلنا المشروع بدراساته بالافكار جت ازاي بالترتيبه احنا اصلا ليه عملنا التدخلات دي، جزء منها كبير مثلا ازاي تخلقي مسار امن الناس تقدر تتحرك فيه من غير حوادث في منطقه غير امنه اصلا. ده ما كانش محطوط في الحسبان كلير لحد متلقي وراح شاف انت الاند ريزلت. بتعمل باس او طريق بالظبط من مكان لمكان، وعايز تخلي في بالظبط تجربة معينة من خلال العبور وتكون على امنه، هذا ولازم تكون امنه، بالذات انت بتشتغلي في سور حالته متهدمه، ما عندكيش اصلا ريل على السور. ما هو السور ده مش هاند ريل، السور ده هو المبنى اللي محيط بالقلعه.